ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل الجلاش بطريقه جديده وبجد الطعم خرافه. اول حاجه كده جبت لفه الجلاش، عملتها كده على شكل مثلث وزياده قطعتها، خليها على جنب هنحتاجها كمان شويه. قطعتها كده علشان يبقى الورقه بتاعتي على شكل مربع. دهنت نصها كده بالسمنه وبعدين طبقتها ودهنت برضو النص سمنه. واخر حاجه لما بدات تبقى على شكل مربع كده قسمتها بالنص زي ما انتوا شفتوا كده، ولفتها على الاقماع ديت. هنا هعمل معاكم واحدة تانية كده، ركزوا في الخطوات علشان تطلع معاكم مظبوطة. وما تيجوا تلفوها لازم تحطوها على بعض كده وتسيبوا سنتي كده زي ما انا بشاور لكم، وتلفوا الاقماع. واي زيادة كده هقصها بالمقص هنحتاجها دلوقتي. وهحطها كده على الحتة اللي احنا عملناها وهدهنها بالسمنة وادخلها الفرن، واول ما تطلع اسقيها بالشربات. وبرده الحاجات اللي اتكسرت معانا هديها معلقة عسل كده واخليها معانا. وهنا هحشيها كريمة واحط الحاجات اللي متكسرة واقدمها بألف هنا. وبس كده.